صباح الخير أو مساء الخير على حسب بتسمعونا امتى. احنا النهاردة معاكم في برنامج السيناريو، وهنتكلم عن أحمد مكي. كتب الحلقة أحمد كرم، وتقدمها لكم سماح النجار. ويلا بينا نبدأ الحلقة. ممثل، مخرج، رابر، وفي بعض الأحيان سيناريست ومؤلف، فاحنا قدام موهبة استثنائية، مبدع بمعنى الكلمة. أفكاره دايما كرييتيف، غير إنه عمل أبجريد كبير في مفهوم الكوميديا. كانت بداية شهرة الراب في الميديا مع أغاني أحمد مكي، زي أغنية جدعان وطيبين وقطر الحياة وغيرهم من الأغاني اللي علقت معانا كلنا. بدأ مكي مسيرته كممثل في 2001، في أول فيلم شارك فيه ككومبارس متكلم مع الراحل علاء ولي الدين في فيلم ابن عز. بعدها شارك في حلقة من حلقات سيت كوم شباب أونلاين، والخطوة اللي بعدها كانت مع أحمد السقا في دور السواق فيلم تيتو. وكانت بداية أول دور حقيقي لمكي في سيت كوم تامر وشوقية في دور اتش دبور. ولما تعرف ازاي مكي بيحضر للشخصية، هتفهم قد ايه هو شخص مجتهد بيعمل تاريخ لشخصية، مش مجرد دور وخلاص، عشان تظهر حقيقية ويبقى ليها الطابع الخاص بيها. ومع تميز مكي واختلافه، طلبوا الزعيم عادل إمام يشاركوا فيلم مرجان أحمد مرجان. بعدها شارك في فيلم عمارة يعقوبيان. وفي 2008 كانت أول بطولة للمكي في فيلم اتش دبور. وبكده مكي يكون من أسرع الناس اللي وصلت من دور الكومبارس لدور البطولة. والفيلم حقق نجاح كبير جدا رغم وجوده مع أفلام قوية لنجوم ليها اسمها، زي فيلم آسف على الإزعاج، حسن ومرقص، بوشكاش، وكابتن هيما. وقدر ان هو يوصل للمركز الثالث في الإيرادات بإيرادات وصلت 14 مليون جنيه. وده طبعا كانت بداية قوية جدا لأحمد مكي. وفي 2009 مكي عمل فيلم طير انت، اللي كان طفرة في الكوميديا بالمعنى الحرفي. ومع انه فيلم مقتبس، بس مكي عمل الشخصيات بطريقة مميزة جدا، من أول سونا العاشق والحد الخليجي وإفيهات الأفلام. وده كان تاني بطولة لمكي حقق فيها 16 مليون جنيه إيرادات. ومن وقتها ومكي بقى نجم مطلوب من الجمهور، وبقى ورقة ربحانة للمنتجين. فعمل الفيلم الثالث لا تراجع ولا استسلام، فيلم كسر الدنيا، ودور حزلقوم علق جدا مع الناس، وانتشرت إفيهات الفيلم بين الشباب. وفي نفس السنة بدأ مكي في مسلسله الكبير الجزء الأول. وزي كل أعمال مكي انتشر انتشار كبير، وشخصيتين المسلسل علقوا مع الناس، جوني الأمريكاني والكبير ابن المزاريطة. وطبعا جمهوره كان مبسوط جدا، فحب مكي يستفيد من نجاح الجزء الأول من مسلسل الكبير، فنزل بالجزء الثاني. بعدها كانت الثورة، وبعد الثورة نزل فيلم لأحمد مكي اسمه سيما علي بابا. والفيلم ما كانش وحش، الفيلم كان نازل بفكرة جديدة، إنك مع قصتين في فيلم واحد، كانت أول مرة تتعمل. بس الناس في الفترة دي ما كانتش مهتمة بالنوعية دي من الأفلام، خارجين من الثورة والفكر كله اتجاه سياسي، وبيفكروا في المستقبل اللي مش باين له ملامح. وعشان كده ناس كتير حكمت على الفيلم بأنه فيلم تافه. وده كان أول عمل لمكي ما يعلقش مع الناس، لكن للأسف ما كانش الأخير، لأنه نزل بعدها بسمير أبو النيل. وبعدها بعد مكي عن السينما وركز مع مسلسل الكبير، وعمل منه 3 أجزاء متتالية، وكان دايما بيبقى من أعلى المشاهدات في المواسم دي. وفي 2017 فصل مكي عن الكبير ونزل بمسلسل خلصانة بشياكة مع شيكو وهشام ماجد. المسلسل كان مع انه حلو، بس ما نجحش النجاح المتوقع، وده لانه كان نازل بفكرة غريبة. وبعد مسلسل خلصانة بشياكة دخل مكي في دور تعب شديد جدا، وأصيب بفيروس في الكبد، وفضل شهور مختفي تماما عن الأنظار. وفي الفترة دي خس مكي وخسر أكتر من 30 كيلو من وزنه، وده كان طبعا سبب في إنه يبعد عن الشاشات لمدة 4 سنين. بعدها رجع لنا مكي في مسلسل الاختيار الجزء الثاني، وبعده رجع مكي تاني لمسلسل الكبير مرة تانية. المسلسل ليه ضجة كبيرة وليه شهرة ومعلق مع الناس، بس للأسف لما رجع له مكي كان مسلسل بدأ يتراجع، لأنه ابتدى يعتمد على الترند، لأنه بيتكلم عن الترندات المنتشرة في الفترة اللي كان بيصور فيها. ومع عرض المسلسل بيكون الترند خلص، وده عكس اللي عودنا عليه مكي، إنه يجيب الفكرة ويطلعها ترند مش العكس. عشان كده فقد المسلسل نسبة كبيرة من المشاهدة،
وبقى شبه متوقع. وتحس ميكي في الفترة دي كان عنده إحساس بالخوف، مش عارف يكمل في الكوميديا ولا عارف يبعد عنها، وبقى خايف يفشل، فعايز يحافظ على الأمان عشان يحافظ على اللي هو وصله في مسيرته الفنية، ومش عايز يجرب أي حاجة جديدة. وده مش ميكي اللي احنا تعودنا عليه، لأن ميكي لسه عنده كتير يقدر يقدمه. وده كان طبعا ظاهر جدا في آخر كليب نزله ميكي والعانة اللي نزل السنة اللي فاتت، واللي كان مبهر لجمهور ميكي ولكل محبي الراب. وهنستناه فيلم رمضاني 2025، ونتمنى ان المسلسل ينال اعجاب جمهوره ويرجع مكانة ميكي في قلوب الناس. وبس كده، لحد هنا خلصت حلقتنا، كانت من اعداد احمد كرم. لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وتقول لنا رأيك في الكومنتات. كنت معاكم سماحة للنجار، اشوفكم المرة الجاية، سلام.